ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سو هنا حددها المرة التانية حددها. يبقى معنى كده اللي يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعلم. ربنا قال عليه انه لا يعلم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى اول علامة اهي واضحة في القرآن، لما تلاقي نفسك مسحول في الدنيا، وصلت انك معاك اعلى شهادة على الكوكب في الدنيا. طب ايه اخبار الاخرة؟ ايه اخرة؟ السؤال صدمك، يعني انت مش في دماغك الاخرة. مش استاذ هلال طبعا، يعني بتكلم ايه، دي علامة غفلة. الغريبة انك بتبقى فاكر نفسك انك يعني عامل انجاز ما فيش بعد كده. ايوه ربنا سبحانه وتعالى بلاش. الغريبة انك بتفكر نفسك ناجح. انا عاوز اقول بقى حاجة غير ناجح، انك احرزت من العلم اللي ما فيش غيرك احرزه. انت عارف ان العلم ده ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بانه مش علم. ربنا قال كده ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا اللي انت عرفته ده. ربنا بيقول لك عن ربنا حكم عليك بانك لا تعلم. ليه؟ لانك عن الآخرة غافل وهم عن الآخرة هم غافلون. ادي اول علامة. فلما تلاقي نفسك او تلاقي نفسك مسحولة بقى في ايه، في الدنيا، في المذاكرة، ايه ده يعني سيب المذاكرة، انا ما بقولش كده. خد الآية على بعضها. واحد غافل عن الآخرة، صلواته ما فيش صلاة، أوراده ما فيش أوراد، بره ما فيش بر، صلة الأرحام ما فيش صلة أرحام، لكن مسحول في الدنيا. أول علامة غفلة موجودة في القرآن.